كناري أتيقنوني قوت يا كناري أتيقنوني قوت هنيت بعمرا أغدر ونظري قوت هنيت بعمرا أغدر ونظري قوت على جدودنا أدي في النظر سود مهرجان أكناري أو موسم الصبار كما هو معروف. هذه لا فيرسيون الثالثة ديالو. كتم العرض ديال مجموعة ديال التعاونيات فلاحية من بينها النشطة في المجال الفلاحي وأخرى. كاين الصبار كما هو معروف بأن المنطقة معروفة بفاكهة الصبار. أركان كما تمت مشاركة مجموعة من التعاونيات الأخرى لكي يوصل العدد ديالها بين جمعيات وتعاونيات وشركات إلى 40. كنبيعوا جميع المنتوجات ديال الصبار، الزيت أركان، الزيت الصبار، الصابون أركان، المنتوجات كامل ديال الصبار كنبيعهم الحمد لله. وديما كنكونوا في المعرض الحمد لله مزيان. قبل كيكون مزيان الحمد لله، كيديو الناس كلشي المنتوجات ديالي سيدي يفني، منتوجات كلشي ديال الصبار موجوده الحمد لله. ففي هذا يعني في هذا المعرض المكتب الوطني للسلامه الصحيه يعرض واحد المجموعه ديال الاجراءات المتعلقه بحمايه المنطقه من الحشره القرمزيه اللي كتصيب نبات الصبار. الحشره القرمزيه هي ما كتشكل حتى شي خطر بالنسبه للانسان، ولكن كتشكل خطر بالنسبه لنبات الصبار. فهناك اجراءات تتخذ بالنسبه للمنطقه باش ما تدخلش لها هذه الحشره. يتم تنظيم يعني جولات استكشافيه، ويتم تنظيم يعني دورات للتحسيس وللتوعيه، ويتم توزيع يعني منشورات على عموم المواطنين، اولا بهدف الحديث عن الخطوره ديال الحشره بالنسبه لنبات الصبار، وانها ممكن تاثر في حاله ما اذا دخلت المنطقه على الانتاج وعلى يعني وعلى المدخول ديال الساكنه. ثانيا كيفيه التعرف على الحشره، بانها كتعرف خاصه من خلال هاد يعني واحد القشره قطنيه كتظهر عليها. فالمواطن ملي كيشوفها كيقرب كياخذها بين صباعو، ملي كتعطيه هذاك اللون القرمزي هنا كيتاكد باللي راه الامر كيتعلق بالحشره القرمزيه. اشنو غايدير في هذه الحاله؟ فمن الواجب ديالو انه بمجرد الا لقاها في المنطقه انه من الواجب ديالو انه يتصل مباشره بالسلطات المحليه لاخبار ديالها باش تقوم بالواجب في المحاربه ديالها. كما انه على جميع الساكنه والفلاحين اللي عندهم اراضي فوق منها الصبار المستغلين ديال نبات الصبار، فمن الواجب ديالهم يقوموا بجولات في الضيعات ديالهم وفي الحقول ديالهم اسبوعيا باش يتمكنوا من اكتشاف اي بؤره للحشره ويخبروا الساكنه. حاجه اخرى اللي مهمه انه بالنسبه للناس اللي كيديروا النقل ديال الصبار، فمن الواجب ديالهم انهم يغسلوا الصناديق البلاستيكيه اللي كيستعملوا في الشحن ديال الفاكهه، فلا بد انها تغسل قبل ما توزع على المنتجين باش يعمروها على مستوى الحقول. وكما يجب على هاد المنتجين انهم يكزيجيو انهم يطالبوا هاد الناس اللي كينقلوا الفاكهه انهم لا بد يجيبوا لهم هاد الصناديق تكون نظيفه وتكون خاليه من الحشره القرمزيه. هادو هما الامور اللي فيها ضمانه انها ما تدخلش الحشره لهذه المنطقه.